ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم طاجن مكرونه بطريقه جديده ولذيذه قوي. بجد الطاجن ده بيبقى كريمي وفيه خضار وجبن وفراخ، ودي كلها الحاجات اللي انا هستخدمها. فيلا بينا نبدا. اول حاجه هنبشر الجزر، هيبقى بالطريقه دي. وبعدين عندي زيتون اخضر قطعته صغير خالص، وهعمل نفس الكلام مع الفلفل الاخضر. وبعدين هروح اجيب طاسه احط فيها زيت وهشوح بقى الجزر، وحطيت عليهم ملح وفلفل اسود ومعلقه كركم، وقعدت اقلبهم لحد ما الجزر ينشف خالص. وعملت نفس الخطوات بالظبط مع الفلفل والزيتون. وهنا بسوي الفراخ وحطيت عليهم بهارات هكتبها لكم تحت، وقطعت الفراخ مكعبات صغيره عشان تتوزع صح في المكرونه. عليهم ملح وفلفل اسود وقلبتهم كويس وغطيتهم لحد ما الفراخ استوت. بعدين في طاجن هحط كل الخضار اللي انا سويته مع الفراخ. هحط عليهم 4 معالق كبار مايونيز، عليهم تشيدر، انا على طول بحط جبنه رومي، عليهم 4 معالق جبنه كوبايات. وبعدين هحط شويه موتزاريلا وهقلبهم كويس قوي مع بعض كلهم. وهزود بس شويه لبن عشان اعرف اقلبهم. ودلوقتي هحط المكرونه المسلوقه، هدخلهم تاني كلهم مع بعض. وبعدين هزود عليهم من فوق طبقة رفيعة خالص من الموتزاريلا، وهدخلهم الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. بعدين هولع عليهم من فوق عشان تاخد لون. وبجد مش هقولكوا الطاجن ده قد ايه بيطلع رهيب، انا هستناكوا تجربوا وتقولولي.